ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين، في 30 راكبا من المهاجرين، وهذه تسمى بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا. وكان هذا البعث عليهم حمزة عم النبي رضي الله عنه، عم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه، ليس فيهم أنصاري، وإنما كان هذا البعث كلهم من المهاجرين. قال إلى سيف البحر. سيف البحر يمر به التجار القادمين من الشام إلى مكة والذاهبين من مكة إلى الشام. فكان هناك عير لقريش معهم أبو جهل بن هشام قادمين من الشام متجهين إلى مكة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعث وعلى رأسهم عمه حمزة، وكانوا كلهم من المهاجرين للتعرض لهذا العير من قريش قادمين بتجارة لهم من الشام، مستهدفين هذه القافلة من قريش القادمة بتجارة من الشام. وهذا فيه تنبيه لقريش ولفت نظر لهم لموقفهم المتعنت والمعادي لهذه الدعوة، دعوة الإسلام، وتربصهم بها وبالمسلمين الدوائر، وكيدهم العظيم الكبار لهذه الدعوة. وقد كانوا أخرجوا المسلمين من مكة وتعرضوا لهم بأنواع الأذى وصنوف الأذى، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله. فهذا التعرض لهذا العير، وكذلك الآتي بعده في بعث عبيدة بن الحارث أيضا لنفس الهدف، كله لإنذار قريش. قال ثم بعث عمه حمزة في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر. سيف البحر حافته، سيف البحر حافته، وهو الطريق الذي تمر به أو منه القوافل القادمة من الشام أو ذاهبة إلى الشام. قال إلى أبي جهل بن هشام، أي لملاقاة أبي جهل بن هشام والقافلة التي كانت معه، وكانوا قادمين في تجارة لهم من الشام قاصدين مكة. قال وركب معه زهاء 300، زهاء 300 يعني عددهم يقارب 300 رجل. وأرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام 30، وأرسل لهم صلى الله عليه وسلم 30 رجلا، يعني كل واحد يقابل 10، كل واحد منهم يقابل 10 من هؤلاء. والتقوا واصطفوا، يعني حصل أنهم التقى يعني هذا البعث وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب بهذه القافلة، معهم أبو جهل بن هشام العدو اللدود للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشخص الذي كان أشد ضراوة وعنادا وصدا عن دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس إيذاء للمسلمين في مكة، إيذاء للمسلمين في مكة. فاصطف تقابل الطرفان واصطفوا متهيئين للقتال، فمشى بينهم مجدي بن عمرو الضمري. ومر معنا أنه قريبا كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة، وكان موادعا للفريقين، موادعا للمسلمين، والموادعة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا خبرها، تمت قريبا من هذا الحدث. وبينه وبين المشركين أيضا موادعة، فاستغل هذه الموادعة التي كانت بينه وبين المشركين وبينه وبين المسلمين، فأخذ يمشي بين الطرفين
يصلح ويهدئ الأمور، فكان يمشي إلى هؤلاء ويمشي إلى هؤلاء، لم يزل بين هؤلاء وهؤلاء، يمشي إلى هؤلاء ويطلب منهم الكف عن القتال، ويمشي أيضا إلى الآخرين ويطلب منهم الكف عن القتال، حتى انصرف القوم وانصرف حمزة دون أن يكون هناك قتال. لكن هذه بحد ذاتها تعتبر ماذا؟ تعتبر فيها تنبيه لكفار قريش، وأنهم أصبحوا الآن على بوابة الخطر بعد المعاداة الطويلة والأذى الشديد الذي كانوا يتعرضون به للمسلمين في مهد الدعوة ونشأتها في مكة. نعم.